يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة عملت سمك فيليه كده وجمبري برضو مقلي. المفروض الفيديو ده ينزل قبل الفيديو بتاع السندوتشات اللي هي كنت عاملة فيها تشيكن وكده، وكانت بقى شوية جمبري. لو رحتوا شفتوا الفيديو كان في شوية جمبري عملتهم كده، قليتهم برضو عملتهم سندوتشات. فمفروض ان ده قبل ده خلاص. فالمهم تعالوا نبتدي بقى نشوف عملنا ايه. اول حاجة هبتدي بيها الصوص خلاص، او الديبنج اللي هو دايما بعمله مع السمك اللي هو المقلي خلاص، سواء هتعملي سندوتشات او هتاكليه كده مع رز او كده مع الفيليه. برضو السمك الفيليه صبيت، عارفين الحاجات المقلية دي، البحريات المقلية دي حلوة قوي قوي مع الصوص ده، بيكون حلو قوي معاه. خلاص اول حاجة ابتديت ان انا اقطع شبت كده، اقطعه صغير خلاص. وبعدين هقشر بقى بصل، هقطعه برضو صغنن خالص خالص خالص، تمام، يعني صغير وناعم كمان. اوكي، يعني ممكن تعملي في الكبة لو حابة، بس في الكبة يعني ممكن يتفرم منك قوي بزيادة، ممكن يبقى فيه شوية حتت مفرومة وحتت كبيرة، فالأحسن يعني كده على بلانشة كده قطعيه ناعم خالص. تمام كده، هننزل بيه كده على الشبت زي ما انتوا شايفين. اوكي، دي خلاص بقى ايه، خليها وقت عوزة، ممكن نعملها على سلطة ولا اي حاجة. دايما لما بيتبقى مني بصل بلفه كده في ستريتش راب واحطه في درج التلاجة، لما باجي مثلا اعمل اكلة، لما بعمل مثلا سلطة اخده احطه عليها. عندي هنا خيار مخلل اللي هو الرالش، او عندي خيار مخلل عادي برضو افرميه زي ما فرمتي البصل ناعم كده، افرمي برضو الخيار المخلل ناعم قوي. تمام، وبعدين عندي مايونيز، انا من عشاق المايونيز بصراحة، يعني من الحاجات اللي بحبها جدا، بحب طعمها كده. يعني حتى سلطة الزبادي العادية بحط فيها برضو ايه، يعني شوية مايونيز، بيديها طعم حلو. وبعدين بقى نحط بقى عصرة ليمون كده، ده صوص بقى بتاع سمك بقى، فطبعا شبت والليمون والحاجات دي بتبقى حلوة قوي مع الأسماك. حط رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح، ويستحسن ان انتي قلبي الديبنج ده كله مع بعض وبعدين دوقي خلاص، عشان انتي حاطه خيار مخلل وعصرة ليمون وكده، فالأحسن ان انتي تدوقي. لو احتاجتي ملح حطي رشة، يعني مش هتحتاجي ملح كتير لان عندنا ايه، خيار مخلل. تمام، تعالوا بقى ايه، خلاص نسيب بقى الصوص على جنب ونبتدي ايه ان احنا نتبل السمك. اوكي، انا هعمل له ايه، خلطة كده، عارفين زي بتاعة الكرنبيت، بتاعت مثلا لما تيجي تعملي تشيكن ستريبس او الحاجات دي، هي دي اللي انا ايه هعملها للجمبري والسمك الفيليه مع بعض في بولة كده، كلهم الاتنين مع بعض بقى وفي السريع السريع. اليوم ده كان يوم يعني مرهق جدا، يعني من اوله كده كان مشاوير وغدا وبعدين ابني عنده حاجة في المدرسة بالليل، وكان يوم كده مليان مليان يعني مشحون. فالمهم ايه، بصوا بقى، حطيت نشا وحطيت دقيق، وهبتدي ان انا بهر بقى الدقيق بتاعي، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، زي ما انتوا شايفين كده خلاص. وانا عندي هنا شبت مجفف
ما عندكيش شبت مجفف زي ما اتعودنا ان احنا بنتصرف يعني، فهتقطعي شوية شبت كده حطيهم معاها بيدوله طعم حلو. خلاص احط بقى شوية من الفلفل الاسود. طبعا ايه، ظبطي بقى الملح بقى، السمك لما بيكون ملحه مظبوط بيكون الطعم تحفة، لكن اقل او اكتر بيبقى حاجة صعبة. يعني السمك بالذات ما يتاكلش الا وهو ملحه يعني، وملحه كمان ملح بيكون زيادة شوية عن يعني اكل عادي. هبتدي انزل كده بمية بقى شوية شوية، مية عادية من الحنفية. هنزل على الخليط بتاعي كده شوية شوية واقلب، شوية شوية واقلب. تمام. انا عايزة الخليط بتاعي يكون يعني تحطي فيه الجمبري او السمك يكفر كل الحاجة اللي عندك. بصوا اضافة البيضة دي يعني هو انا ما حسيتهاش قوي ان هي ضافت لي حاجة في السمك او الجمبري، مش عارفة، بس يعني لو مش عايز تحطيها متحطهاش عادي، مش هتأثر. خلاص حطيت شوية من البيكنج باودر، هو مفروض ان انا احط بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. خلاص بس ماشي الحال، بقى اي حاجة بقى رافعة يعني اي مادة فحطوا بقى بيكنج باودر، حطوا بيكنج صودا، اللي عندك حطيه، بس هو الاساس في الوصفة يعني هي الكربوناتو. تمام، رشة كده بسيطة. انا حسيت القوام بتاعه تقريبا زودت المية اكتر، فحسيت ان القوام بتاعه خفيف، يعني لما انزل فيه الجمبري او السمك الفيليه واشيله منه الكفر ده كله هيقع، فلا انا عايزاه يكون قوامه مظبوط، بحيث ان انا لما اشيل الجمبرية من الخلطة تبقى يعني الجمبرية بقى ايه شايلة الخلطة، واخدين بالكم انتوا. تمام. خلاص الخلطة بتاعتي كده جهزت بقت تمام. هجيب بولة كبيرة بقى عشان تكفي بقى السمك بتاعي وتكفي الجمبري والحاجات دي. خلاص، لان انا قلت ايه حاجة كده سهلة وسريعة وما تاخدش وقت يعني، وقلت ايه اتبلهم يعني اسيبهم في التتبيلة دي. وكنت عملت كمان الرز، مش الرز ما يعني لما يكون حاجة زي كده بحب اعمل مية الرز بس، يعني ايه احمر البصلة كويس وكله تمام وكده، واحط مقدار المية بتاعي وكده على قد طبعا الرز اللي انت هتعمليه. خلاص، وملح وكده عشان برضو ايه منساش. تمام. اوكي، واهم حاجة تكوني فاكرة حطيتي كام كوباية مية، يعني ايه هتعملي 3 كوبايات، لان ممكن تنسي تحطي مية زيادة، يكون يعني انتي حطيتي مية زيادة او حاجة، فخليكي فاكرة. تمام. بس وبغطي بقى الحلة بتاعة الرز واسيبها لما ترجعي بقى من مشوارك او كده، لان الرز حلاوته بيكون فريش كده، يعني ايه تطفي عليه وتغرفي على طول. تمام. فعشان كده برضو بس بيسرع، يعني عقبال ما تقلي السمك تكون ايه مية الرز غليت، تسقطي بس الرز، يعني ايه مش تقعدي بقى لسه هتحمري البصلة بتاعتها، وبصلة الرز الصيادية بتاخد وقت. فعشان كده ايه جهزي المية بتاعتك وحمري البصل بتاعك كويس وكله تمام. خلاص وغطيها، لما تيجي بقى من مشوارك او من شغلك او كده بس حطي الرز، اغسلي الرز وحطيه، عقبال ما السمك يتقلي وتخلصي هتكون ايه كمان الرز خلص. تمام كده. كده بقى ايه تبلت الجمبري وتبلت السمك نفس التتبيله عادي. اوكي. هنا بقى ايه كنت بقى رحت مشاويري وجيت خلصت مشاويري، بس كنت بقى ايه ميتة من الجوع والله العظيم. يعني انا دخلت من الباب على طول على المطبخ زي ما انا لاني راجعين متأخر من بره وجعانين وايه. الولاد كانوا اتسلوا كده يعني بيتزا كده بره، فجم قال ايه مش جعانين، طب وانا السمك اللي متبله كتير ده
والله شلت منه في الفريزر بقى، قلت مرة تانية ابقى اعمله. هنا بحط ايه، حطيت دقيق خلاص، واحط بقى التوابل بتاعتي. حطيت بهارات سمك تمام، وحطيت بصل باودر وتوم باودر زي ما انتوا شايفين كده. قلب قلب بقى. هبتدي اخد بقى الجمبري، اشيله كده ايه بالخلطة بتاعته زي ما انتوا شايفين، واقلب. ممكن انا اغطي العلبة دي واقعد ايه يعني ايه ارجها كده، بحيث ان هو ايه الدقيق يغطي ويكفر الجمبري كويس. هنا بقى هبتدي احط في القلاية، بصراحة بتديلي تحميرة حلوة ولون حلو قوي قوي، يعني خطير بصراحة. شفتوا هنا الرز كده حطيته، الرز على النار عقبال ما اقلي السمك يكون ايه خلاص الرز تمام، واغرف على طول. هنزل بقى اول حاجة بالجمبري بتاعي، طبعا ما بياخدش وقت خالص، بس كان مقرمش قرمشة ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. هتسمعوا في اخر الفيديو، كان خطيرة. بصوا اللون تحفة تحفة، تسمعوا الصوت بقى. يا لهوي المصفى بترقص، المصفى بترقص يا جدعان. شفتوا بقى القرمشة، قرمشة الجمبري تحفة وهي نازلة كده من المصفى، خطيرة. بقلي السمك بقى وخلاص كده. اخيرا خلصت الاكل واليوم خلص، كان يوم شاق جدا ما اقولكوش بقى، مرمطه كان طول اليوم. واخيرا خلصت الاكل. الساعه كام دلوقتي؟ 8 الا ربع بالليل. هناكل سمك، تعالوا نشوف. هنشوف بقى الصوص الجميل ده. شايفين جمبري تحفه. سامعين؟ خطير. سامعين القرمشه؟ هروح اكل. بس وخلص بقى يومنا، وخلص الفيديو. يا رب يعجبكم، واشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. متنسونيش في اللايك. باي.